كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، بس الفرق ازاي كل واحد فينا يقدر يستغلهم. لو انت اول مرة تشوفني، انا يوسف علاء وبساعدك عشان تطور شخصيتك وتحل مشاكلك وتنجح في حياتك. اعمل سبسكرايب للقناة وتابع الفيديو دوت عشان الفيديو دوت مهم جدا. ناس كتير بتفكر ان تنظيم الوقت دوت حاجة وهمية، وان مفيش حد يقدر ان هو ينظم يومه، وان اليوم دوت لازم يمشي عادي من غير تخطيط، مع ان انجح الناس واغناهم عندهم روتين ليومهم. الفيديو دوت مش هديك روتين اساسي عشان تمشي عليه، لان انا ما اقدرش احدد لك يومك. اللي بيحدد يومك هو انت، بس هديك كام خطوه اساسيه. بالكام خطوه دول هتعرف ان انت تنظم يومك وتدير وقتك. اول حاجه، حدد اولوياتك. اول حاجه لازم تعملها هو ان انت تحدد اولوياتك. مش كل المهام اللي عندنا ليها نفس الاهميه، فابدا بالمهام اللي هتفرق معاك في يومك. عشان تعرف اذا كانت المهمه ديت مهمه ولا لا، اعرف النتيجه لو ما عملتش الحاجه ديت. يعني مثلا انا عندي امتحان بكره، ايه اللي هيحصل لو ما ذاكرتش؟ هسقط، ولو سقطت هفشل. وعلى اساس النتيجه ديت انت هتحدد هل المهمه ديت مهمه فعلا ولا لا، وبعد كده تنتقل للمهام الاقل اهميه. تاني حاجه، قسم وقتك. الوقت بقى بيعدي بسرعه، فان انت تقسم وقتك دي بقت حاجه اساسيه. فلازم تحط فتره زمنيه لكل مهمه. يعني مثلا خصص وقت معين للشغل، ووقت تاني للراحه، ووقت تاني للعيله. كده انت هتنجز اكتر وتحقق توازن في حياتك. تالت حاجه، تستخدم تطبيقات لإدارة الوقت. التكنولوجيا الأيام ديت ممكن تكون مساعد كبير جدا ليك في إدارة وقتك. ممكن تستخدم تطبيقات عشان تنظم بيها يومك. ومن أهم التطبيقات ديت واللي موجودة على كل تليفوناتنا هي تطبيق جوجل كالندر، أو مثلا تطبيق تودو ليست. إن شاء الله في فيديو جاي هتكلم فيه عن أهم التطبيقات اللي هتساعدك في حياتك. رابع حاجة، اتخلص من المشتتات. المشتتات ممكن تكون أكبر عدو ليك في إدارة وقتك، زي السوشيال ميديا أو الناس اللي في حياتك. على عكس كل الناس اللي بتقولك اتخلص من المشتتات ديت، ده مش صح. عمرك إن أنت هتبطل تتفرج على السوشيال ميديا، فالحل إن أنت تخصص لهم وقت في اليوم. بس ده ما يمنعش إن في أوقات الشغل والدراسة لازم تكون في بيئة هادية، تكون بعيدة عن أي مشتتات زي التليفون أو التلفزيون. لو بتاخد التليفون بحجة إن أنت بتذاكر منه، في تطبيقات كتير قوي بتقفل لك تطبيقات السوشيال ميديا عشان ما تقدرش تفتحهم. اختصار الفيديو، عشان تدير وقتك بشكل صح لازم الأول إن أنت تحدد أولوياتك. تاني حاجة، لازم تقسم وقتك بشكل ذكي. تالت حاجة، لازم تستخدم تطبيقات للتنظيم، وقلنا ان اهمهم واسهلهم هو تطبيق جوجل كالندر. ورابع حاجة والاخيرة هو ان انت تتخلص من المشتتات. الكام حاجة دول لو طبقتهم بشكل منتظم هيغيروا لك حياتك 180 درجة، وهتحس بفرق كبير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وكمان شاركونا بايه الحاجات اللي بتواجهكم وانتوا بتديروا وقتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.